اهلا بيكم في حلقه جديده من توني اند جوفي. اهم حاجه بس في حلقه النهارده مش عايز حد يعيط، يعني نستحمل كده واحنا بنسمع حياه البني ادم النرويجي عامله ازاي. مبدئيا كده النرويج هي صاحبه اكبر ثروه في العالم، قيمتها اكتر من 2.2 تريليون دولار. تريليون دي فيها 1000 مليار دولار، وده مش معناه ان الجيل ده هو اللي غني، لا ده كمان الاجيال الجايه، يعني الجيل اللي جاي غني، الجيل اللي بعده غني، والجيل اللي بعده غني. ومش بس هي اغنى بلد، لا دي كمان واخده المركز الثاني على العالم في جوده الحياه، وطبعا بتتنافس مع سويسرا. انا الاول، سويسرا لا انا الاول. النرويج كمان شعبها من الاسعد في العالم، وترتيبها المركز السادس. مش تفرق بقى السادس الخامس الثاني الاول، يعني مش هنختلف. كمان النرويج هي الاقل فساد في العالم، وترتيبها المركز الرابع. برضه الاول من الرابع مش فارقه، كلهم حلوين. كمان الاكثر ثقه في الحكومه، والمركز الاول على العالم في الديمقراطيه والحريات، وترتيبها السادس على العالم في التعليم المجاني لحد بقى ما يخلص جامعه. وكمان هي من التوب 10 في الاعمار المتوقعه، بيموتوا على 84 85 سنه كده. طبعا في ناس بتوصل لحاجه و90 كمان يعني، بس ده المتوسط. ونسيت اقول لكم ان العلاج هناك مجاني. عايزكم بس النهارده تمسكوا نفسكم وبلاش نعيط، ولو في اطفال يا ريت يقوموا عشان ما حدش يكتئب في هذا السن الصغير. وقبل ما تكتئب الحق اعمل لايك وسبسكرايب. الفيديو ده اخد مني مجهود كبير عشان اصوره واكتبه وابحث ومنتج وانزل فيديو واعمل الثامنيل، فحط لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. في فرق ما بين ان الدولة تبقى غنية وخلاص، اغنى بلد في العالم اللي احنا عارفينهم مين، قطر ولوكسمبورج، وبين انها تبقى اكبر ثروة في العالم زي النرويج. يعني قطر ولوكسمبورج هم اغنى بلدين في العالم، بس ده من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي. ابسطها لك، يعني تخيلوا كده لو قطر دي بني ادم اسمه قطر، ودخله الشهري هو اكبر دخل في العالم. يعني لو كل بلد عباره عن فرد، فالفرد القطري ده هيبقى معاه اكبر دخل شهري في العالم. والنرويج هي الفرد اللي عنده اكبر حساب توفير واستثمار في البنك في العالم. يعني النرويج عندها دفتر توفير بيطلع لها فلوس في البنك كل شهر وهي نايمه. احكم بقى مين الافضل، القطري ولا النرويجي؟ ويفضل يطلع فلوس للنرويجيين وعيالهم وعيالهم واحفادهم 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 وهم نايمين. وعشان تتخيلوا الموضوع حلو، النرويج عندها 1.5% من كل الاسهم اللي في كل بورصات العالم. يعني النرويج شريكه في كل الشركات اللي ممكن تخطر على بالك العالميه، زي ابل وانفيديا وميتا ومايكروسوفت، كله. وزيد على غنى تاني بانها اكتشفت اكبر واضخم اكتشاف للفوسفات في التاريخ، مش مثلا في القرن العشرين ولا في القرن ال21، لا في التاريخ، بحوالي 70 مليار طن من الفوسفات. النرويج لوحدها تقدر تغطي احتياجات كوكب الارض من الفوسفات لمدة نصف قرن. هي ارزاق، ده طبعا غير البترول اللي مخليها صاحبة اكبر ثروة في العالم. البترول ده اصلا مش بيستخدموه عنده، بيصدروه وبياخدوا الفلوس بتاعته يحطوها في الصندوق ده، والصندوق يستثمر في الاسهم في الشركات ويسلف قروض وهكذا، ويفضل بقى ايه، يزيد 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 يزيد، ويأمن على المواطنين كلهم وعيالهم واحفادهم واحفادهم. وبيعتمدوا في الكهرباء على 95% من الطاقة الكهرومائية اصلا، مش بيحتاجوا بترول في حاجه. ده طبعا غير الكميات الضخمه اللي اكتشفوها من البترول في الستينات لحتى الان لسه بيكتشفوا. طب نسال نفسنا سؤال، ليه النرويج واخده المركز الثاني على العالم في جوده الحياه؟ وليه شعبها هو سادس اسعد شعب في العالم؟ وكل المؤشرات بقى الثانيه اللي قلناها اللي هي برضه معديه فيها. هنعرف دلوقتي حياه شخص نرويجي من الولاده للوفاه، وكل الاحداث اللي في النص، وايه اللي الدوله بتقدمه له. اولا كده الحمل والولاده، طبعا للست، يعني مش الراجل اكيد، الست. اي واحده حامل في النرويج بتاخد رعايه صحيه مجانيه 100% من اول يوم حمل. مفيش بقى فواتير للمستشفى تقعد تفكر فيها، ولا تحاليل غاليه. الدوله بتتحمل كل حاجه، التحاليل، الكشوفات، الزيارات، السونار، ولو في علاج محتاجاه ومتابعه الدكتور. مفيش بقى مستشفى خاصه ولا تامين ولا الحاجات دي خالص. وكل الحاجات اللي قلناها دي اسمها الرعايه قبل الولاده، وده حق مضمون لاي واحده عايشه في النرويج، سواء كانت نرويجيه او حتى كانت مهاجره. فتخيلوا كده، بدل ما الام والاب يقعدوا يحسبوها ويفكروا هندفع ازاي ويدبروا الفلوس، لا هم بس هيبقى كل تركيزهم على صحة البيبي. وطبعا دي حاجة جامدة جدا. بعد الولادة بقى الام بتفضل هي والطفل يومين 3 في المستشفى، طبعا ده كله مجاني. بعدها بيجي ممرض او ممرضة يتابع مع الام حالتها وحالة البيبي بعد مثلا كام شهر من الولادة. طبعا كل ده على فئة الدولة. يعني الخدمة مش في المستشفى بس، لا وكمان في البيت. والدولة بتدي الام والاب حوالي 165 دولار كل شهر عشان يساعدوا الاب والام في مصاريف الطفل لحد بقى ما يكمل 18 سنة. تخيل كده انت اب بيجي لك كل شهر في حسابك البنكي 165 دولار من الدولة. ليه؟ عشان معاك طفل. يعني العيل اللي بيجي برزقه من الاخر. اجمد كده ولا مش... لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها
اجمد، لسه اللي جاي جامد. عندك من سن 6 سنين ل 18 سنة التعليم إجباري ومجاني 100%. مفيش بقى حاجة اسمها مصاريف المدرسة ودروس خصوصية. وطبعا المدرسة بتوفر أكل للطلاب، وعدد الطلاب في الفصل بيبقى قليل مش كتير زي عندنا 70 80 طالب 100 طالب. طبعا ده هم برضه عدد سكانهم قليل يعني مش هنقارنهم بمصر. وكل طالب ليه ديسك لوحده. المدرسين في المدرسة بيتعاملوا مع الطفل كأنه حالة فردية. مفيش بقى حاجة اسمها زعيق وضرب وإهانة للطفل. التعليم هناك بيحترم الطفل مش بيقهره. والطلاب هناك بيتنادي المدرس باسمه عادي، لان الثقافه النرويجيه بتؤمن بالمساواه. هما بيحبوش الرسميات في العلاقات اصلا. حتى انت لو شغال في شركه صاحب الشركه او مدير تندهله باسمه عادي، حتى لو كان راجل عنده 70 80 ان شاء الله 100 سنه بيندهله باسمه. بيعتبروا هناك ان المدرس ملوش اي سلطه على الاطفال، هو مجرد شريك في العمليه التعليميه فقط. ودي حاجه بتدي للطفل ثقه في نفسه كده، وان هو ما يخافش من الكبار وما يخافش من السلطه، ولو ليه حق هيتكلم وياخده. هدفهم ايه بقى؟ هدفهم ان الطفل يحب التعليم مش يجيب درجات عاليه. المرحله الابتدائيه كلها ما عندهمش ولا امتحانات بقى ولا درجات، اللي هو عدي عدي عدي. مش هنضغط على طفل وهو صغير يعني. وكمان ما عندهمش زي موحد او يونيفورم كده للمدرسه، لا كل واحد بيجي باللبس اللي بيرتاح فيه وبيحبه. ومفيش تفرقه في المدارس بين غني وفقير، عشان كده كل المدارس نفس المستوى بنفس المنهج وببلاش. ومفيش بقى حاجه اسمها مدارس حكوميه ومدارس خاصه هناك، هي كلها مدارس حكوميه. ولو انت نرويجي فانت الجامعه عندك ببلاش. حتى لو فكرت ان انت تدرس بره في الدنمارك مثلا او المانيا، النرويج هتدعمك في مصاريف. كتبت بقلمي. وكنت عامل حلقه عن السجون في النرويج. الناس عايشين في فنادق مش في سجون خالص. هسيبها لكم في الراي اللي فوق يبقى اسمعوها. فما بالك بيعملوا كده مع الناس في السجون، ما بالك الناس اللي بره السجن بقى يعني. ده انت لو سميت حاله السجون هتروح تتسجن هناك، تعمل اي حاجه وتتسجن، هتعيش احلى عيشه ببلاش ولا شغل ولا اي حاجه. تصيف، تنزل البحر، تلعب دومنه، تلعب كوره، تلعب جيم، كل ده في السجن. كده انت اتخرجت، فانت ايه عاوز تشتغل. نسبه البطاله في النرويج في 2026 حوالي 4.5%. طبعا ده رقم قليل جدا، فده معناه انك هتلاقي شغل عادي. تعالوا بقى نتكلم عن بيئة العمل في النرويج. اولا يوم الشغل 7 ساعات ونص. وكنت سمعت فيديو كده كان في ستات في النرويج بيعملوا مظاهرات ان هم عاوزين يخلوا الشغل 6 ساعات بس. مش مقدرين النعمة اللي هم فيها بجد. وممنوع ان المدير يطلب منك تشتغل اكتر من ال7 ساعات ونص اللي بتشتغلهم في اليوم. لازم انت توافق، وده مش هيبقى ببلاش، هيبقى بمقابل برضه. قلت لك حط لايك وسبسكرايب قبل ما تكتئب، او انت اكيد اكتئبت دلوقتي زي كده. انزل حط لايك وسبسكرايب عشان لسه كل ما الموضوع يزيد كل ما هتكتئب اكتر، كل ما تكتئب اكتر تكتئب اكتر تكتئب اكتر. حط لايك وسبسكرايب ويلا نكمل الحلقه دي على خير. في حاجه في النرويج اسمها التوازن بين الحياه والشغل، اللي هو تشتغل عادي بس حياتك الشخصيه اولى. يعني ما تبقاش عايش عشان الشغل، هو مجرد جزء بس من يومك. وحاجه تاني غريبه في النرويج، وهو ان انت ليك 12 يوم في السنه تقدر تقول انا مش جاي الشغل النهارده. ليه مش جاي. مش لازم نكذب، مش لازم نقول لا تعبان اصل النهارده، اصل عندي مشوار، قول انا مش جاي. وهم بالنسبه لهم الموضوع ده عادي، مش اللي هو انت كده بتستعبط. لا، ليك 12 يوم في السنه بشكل رسمي كده من الدوله، من حقك ان انت ما تروحش الشغل فيهم. ودي اكتر حاجه استفزتني الصراحه. يعني محدش في النرويج بياخد اقل من الحد الادنى للاجور. واصلا الحد الادنى للنرويج يعني تحفه. هو مش محدد اول حد الادنى، بس المتعارف عليه $4 في الساعه. لكن متوسط المرتبات قبل الضرايب حوالي $5000، اللي هو 54,000 كرون نرويجي. بس طبعا في جزء من المرتب بيطير كده للضرايب. انت عايز كل الخدمات دي وما تدفعش ضرايب؟ ده انت بيجح قوي يعني. والضرايب دي مش نسبة محددة على الشعب كله، لا هي على حسب حاجات كتير قوي، زي هو عنده بيت ولا لا، عنده عربية بيدفع اقساط ولا لا، متجوز ولا لا، عنده عيال ولا لا. حوارات كده بيحسبوا بيها موضوع الضرايب. مصاريف الحياة كده للشخص الواحد بتكلف حوالي $1200 في الشهر، ده غير الإيجار طبعا. يعني لو عايش لوحدك تقدر تحوش في الشهر من 1500 ل$2000. يعني لو حسبناها بالمصري 110,000. انا موافق، ودوني النرويج ومالكوش دعوة. طبعا احنا بنتكلم كلام بشكل عام، فممكن بقى بتفرق حسب المدينة وحسب انت شغال ايه وعلى حسب بتصرف ازاي. بس انا بقول بشكل عام، اتعلمت واشتغلت وحوشت شوية فلوس، عاوز تتجوز بقى. الناس في النرويج تقدر تعيش مع بعض من غير جواز رسمي. ابسط يا عم، والله استحي. طبعا مش بشجع على الكلام ده، بس دي حاجة لازم تبقى عارفها يعني قبل ما تروح النرويج. لو ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتروح. ولو انت عايش هناك بقى يا بختك. قعدتوا تحسدوا في هالاند، تحسدوا في هالاند، ويا رب بقى يشوط ميسي بقى في الجون بدل الكورة، طلع من انجلترا في الاخر. فخلاص مش عايزين نحسد في حد
حد تاني. النرويج عندها حاجه قانونيه اسمها رفيق السكن، اللي هما الاتنين بيتجوزوا من غير ما يتجوزوا دول، يعني معترف بيه قانونيا في اوقات كتير عادي. لو بقى عاوزين يتجوزوا رسمي بيقدموا طلب بسيط كده في البلديه، وبيتجوزوا بقى في المحكمه او في الطبيعه برضه. ممكن يعملوا فرح او ما يعملوش فرح عادي، يعني ده موضوع شخصي قوي بالنسبه لهم. الاجراءات سهله والتكلفه شبه صفر، مش اللي هو بقى تشتري شقه وتجيب العفش وتجيب شبكه وبقى قايمه حوارات. لا، هم هناك بيتجوزوا على طول في شقه ايجار على طول عادي، مش شرط تشتري وتعمل وتجيب احسن حاجه، هي شقه بتلم اتنين وخلاص، كمان من غير ما يتجوزوا. فالجواز هناك موضوع شخصي جدا، كأني كده داخل اخد دش، حاجه بتاعتي انا، محدش دعوه. اللي هو ليه الهيصه بقى دي كلها بتاعت الفرح ما فيهوش 300 ولا 500 فرد، هو 30 واحد كده، فاهم؟ 30 كده في حديقه صغيره، ويتجوزوا كده على هادي، يشغلوا اغاني اجنبيه بقى الهاديه، يرقصوا رقص السلو بتاعتهم وخلاص. كل واحد بيرجع على بيته وخلاص. لا، بيرجعوا يعني على بيتهم هما الاثنين يعني خلاص. في النرويج ينفع الطفل يتسمى على اسم الام على حسب الاتفاق بقى بتاعكم، يعني اللي هو مثلا عماد فتحيه. وفي النرويج الراجل والست بيشتغلوا هما الاثنين عشان يصرفوا على البيت، مش اللي هو زي مصر لا الراجل بس اللي يشتغل، الست ما ينفعش تشتغل. ده التفكير المغلق، لازم ننفتح. الشغل عندهم مهم لأقصى درجة للست والراجل، عندهمش هزار في الحتة دي. اللي مش بيشتغل بيبصوا له بصة مش حلوة أبدا، اللي هو القرف بيئة. هناك مش بيقولوا للبنت انت هتتجوزي امتى، بيقولوا لها انت هتشتغلي امتى. شايفين دول العالم الاول ايه، العالم الصفر بقى. اللي ما بيشتغلش ست او راجل بيقولوا له وش كده صراحة انت عالة. هو عالة فعلا عشان بياخد فلوس من الدولة بدل شغل، فليه اشتغل. وحوالي 40% من البالغين في النرويج مش متجوزين، يعني بيتجوزوا ببلاش ومش راضيين يتجوزوا. المعلومة دي بقى هتصدمك حرفيا، ان اكتر من 50% من اطفال النرويج مولودين من جواز غير رسمي، اللي هم بتوع رفيق السكن دول. ولو بقيت اب او انت بقيتي ام، فالاب ليه 15 اسبوع اجازة مدفوعة من الدولة، والام ليها 49 اسبوع اجازة من الدولة بالمرتب كله عادي، 100% من المرتب بتاخده. 49 اسبوع يعني تقريبا سنة، يعني سنة لاسبوعين 3 إلى 3 أسابيع. هناك مش بس الأم اللي بتبقى مسؤولة عن الرعاية والاهتمام والتربية للطفل، لا الأب كمان. يعني ممكن أجازة الوضع دي تتقسم ما بين الأب والأم براحتهم، اللي هو الأب أجازة شهر والأم أجازة شهر، الأب يأجز 6 شهور والأم تأجز 6 شهور، هم حرين مع بعض بقى. والرعاية الصحية للطفل بتفضل مستمرة ببلاش لحد ما يكمل 18 سنة ببلاش. أغلب النرويجيين بيسافروا على الأقل مرتين في السنة بره بلدهم عشان يشوفوا الشمس، لأن النرويج دي في أقصى شمال أوروبا، فنادرا لما بتيجي عليهم الشمس شوية. فيروحوا اسبانيا، يروحوا ايطاليا، يروحوا اليونان، يروحوا جزيرة كريت، يتشمسوا شوية ويرجعوا تاني على بلدهم. الباسبور النرويجي واخد المركز الخامس على العالم، ويقدر يسفرك 190 دولة من غير فيزا. انت يا باشا محدش قدك، هالاند ده محدش قده، تقدر تسافر من غير فيزا ولا سفارة ولا كل القرف ده. طيب انت كبرت وطالع على المعاش، فالناس لما بتطلع على المعاش مرة واحدة كده بتكتئب، بتزهق وبتتعب نفسيا، بتتدمر حرفيا. فايه بقى الحل؟ في حاجة اسمها تقاعد جزئي، اللي هو تروح الشغل كام يوم في الاسبوع كده على الخفيف، تدريجي لغاية مثلا على 67 سنة، تمام كده خلاص. لان اصلا الناس اللي بتطلع على المعاش مرة واحدة نفسيتها بتتعب. كل ما اشتغلت اكتر ودفعت ضرايب اكتر، المعاش بتاعك زاد، تاخد فلوس اكتر. خلاص يا باشا انت كبرت ووصلت للمتوسط العمر المتوقع في النرويج 85 سنة، او ممكن توصل 95 سنة وهتموت بعد الشهر عليك. يعني الدولة بتغطي مصاريف الجنازة للناس اللي دخلها قليل، يعني حتى وانت ميت مش سايبينك معاك برضه، اجدع من الصحاب. يا ريت محدش يزعل مني ولا يكتئب من الحلقه دي، انا بس كنت بحكي لكم حياه مواطن نرويجي عامله ازاي وشكل الحياه في دوله كده من دول العالم. طبعا محدش يحسد هالاند على انه اتولد في النرويج، عشان ده حبيبي، ده محدش دعوه بيه. ونعمل الحركه بتاعته دي بتاعت المجداف بتاع السفينه والفايكنج بقى والنرويج هي بلد الفايكنج لو محدش عارف يعني قديما. وبس كده، اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في النرويج. طبعا مش محتاجه رايكم، اصلا جامده وش. طبعا فيها عيوب برضه، بس انا قلت اتكلم عن المميزات او حياه البني ادم النرويجي عامله ازاي. انما طبعا بقى الدوله بارده قوي، فدي حاجه تجيب اكتئاب، ومعدل الانتحار عندهم مش قليل، عالي شويه. واقترحوا عليا اعمل الحلقه الجايه عن ايه، وحطوا لايك وسبسكرايب، قربنا نكمل 1000 سبسكرايب. واستنوني في الحلقه الجايه من توني اند جيوغرافي. سلام.